أكلتنا لليوم دونات بطريقة كتير سهلة وكتير كتير طيبين وناجحين، وانتو فيكم تزينوهم بهذا الشكل عن جد رائعين. بدنا نحط كبايتين من الطحين متعدد الاستعمالات، 6 ملاعق سكر، ملعقة خميرة، ملعقة صغيرة ملح، حبتين من البيض، وكباية 250 ملي من الحليب السائل الدافئ. نحطهم مع بعض وبنعملهم نخلطهم مع بعض، وبنرجع بنزيد شوي شوي طحين لتصير معنا عجينة متماسكة، ونحط لها آخر شي نص ملعقة من الزبدة ونريحها نص ساعة. نرجع بنقطعهم، بنرجع بنريحهم كمان نص ساعة، بنرجع بنعملهم هيك فتحة من النص وبنقليهم على نار متوسطة. اوكي، ما تخووا النار كرمال يستووا من جوا، وما تخففوا النار كتير كرمال ما ياخدوا كتير زيت. اوكي، بهيدا الشكل انا بشيلهم، خلي ياخدوا هذا اللون الحلو، ومثل ما انا مسويتهم حطوهم على ورق زبدة كرمال يضلوا شكلهم هيك حلو، عن جد رائعين، طعمتهم كتير كتير طيبة. وبالنسبة للجناش اللي عملتهم هيدا الشوكولا المغطسة فيه انا الدونات، بتحطوا 50 ملي من كريمة الخفق، ملعقة زبدة، تحطوها على النار لا تسخن، ترجعوا بتصبون فوق 50 جرام من الشوكولا، من حبيبات الشوكولا او شوكولا مقطع. هيك بصير بهذا الشكل. انا زينتهم، عن جد بنصحكم تجربوهن. شفتوا الجناش كيف نشف بس برد، عن جد رائع الجناش، ومن جوا هيك بتشهي. جربوها وصحتين وألف عافية.